بدران شنو يعطونك البطولة؟ بدران كم تكلفة البطولة؟ الله يا زين الابتسامة هذه في مثل هذا اليوم تاريخ 31/7 قبل سنة بالضبط أنا جبت المركز الأول في بطولة لندن، لكن هالسنة بإذن الله بتكون الموسم الثاني ببطولة لندن ثاني مرة. معاي واجد مستويات حلوة، معاي واجد محترفين، معاي واجد أبطال. أنا سويت اللي علي والباقي عند رب العالمين. التوفيق بإذن الواحد الأحد بيكون عند رب العالمين. سواء فزت بيض الله وجهي، أنا اللي تعبت وأنا اللي اشتغلت وأنا اللي كرفت وأنا اللي انحرمت النوم وقمت من النوم مرات جوعان، وقصرت بحق أهلي وقصرت بأقرب الناس لي عشان لحظة مدتها دقيقة أجيب فيها المركز الأول. فإذا فزنا خير وبركة، وإذا ما فزنا التوفيق عند رب العالمين، وإن شاء الله أنها بتكون خير. سعد الله مساكم كل خير يا الربع، شلونكم؟ طيبين إن شاء الله. معاكم بدران، بدران اللي كنتوا تحبونه وللحين تحبونه. أنا أدري تغير شكلي، فيديو يطلع لكم خدود، فيديو يطلع لكم وجهي ناشف مثل كذي، لأن نسبة الدهون يا جماعة بجسمي حيل قليلة. تبي أثبت لك؟ شوف، ماكو انا جاهز حق البطولة. انتوا جاهزين تدعموني؟ جاهزين تحفزوني؟ المهم يا ربع، مالكم بالطويلة. اليوم بنسوي فقرة اسئلة وبنتكلم عن اكثر الاسئلة اللي تجيني. طبعا لما اقول لك فقرة اسئلة مو من وين كم عمرك، لا بتكلم لك عن الاسئلة اللي دائما تتكرر عندي. بدران شنو يعطونك البطولة؟ بدران كم تكلفة البطولة؟ بدران هل عمري 15 اقدر ادش بطولات واقدر ادش لعبة كمال الاجسام؟ بدران كم تدفع حق البطولة؟ بدران بجاوب على كل الاسئلة اليوم. كل اللي احتاجه منكم اللايك والاشتراك، وايضا كود الايتم شوب فورتنايت HHI. واذا ودكم انتم لاعبين كمال اجسام، يعني لاعبين كمال اجسام اللي بالكويت، في شركة اسمها شركة هيلث هاوس. اكتب جوجل ماب هيلث هاوس تطلع لك كل المكملات الغذائية الموجودة عليها كود خصم، ولكن كود خصم مو منهم، من كودي انا. تروح لهم تقول لهم بدران ظفيري ويعطونك احلى كود خصم حب قلبك. زين يا جماعة، أنا كتبت 5 أسئلة دائما تجيني، وبعدها عاد إحنا بنقول لكم شنو بنسوي، بس خلوني أجاوبكم من السؤال الأسهل طبعا للأصعب. دائما تجيني أسئلة: أنا عمري 15 سنة أقدر أدش لعبة كمال أجسام؟ ركز معي ركز. أنت عمرك 15 سنة ما يمنع إنك تدش الرياضة هذه، ما في أي شيء يقول لك لا تدش. هل الرياضة هذه توقف الطول؟ لا، ما توقف الطول، بالعكس بتزيدك طول أصلا وتحفزك وتضبط لك واجد أمور. بس الكلام وين؟ الكلام إن النوادي خوفا عليكم عشان لا يطيح عليكم وزن ولا تتعورون، ممنوع قانونيا ان النوادي تقبل تحت عمر 18، ولا انتم تقدرون تدشون نوادي عادي، ولكن هذا لا يمنع انك انت تنطر لسن 18 عشان تدش نادي. لا، الرياضة بشكل عام هذه عشان تبني عضل، ولكن في اكثر من رياضة، في ركوب الخيل، في كرة القدم، في السباحة، وكلها بعد هم بتقوي العضلات عندك، يعني حتى بتطلع لك جسم نفس جسمي. النشافة اللي انا واصل لها تقدر تطلعها كرة القدم، لأن كل إنسان موجود على وجه الكرة الأرضية عنده 6 باك. أنت تبي 6 باك موجودة عندك، ولكن فوقها في طبقة دهن لأنك أنت ما تلتزم بالدايت. وهذا كان سؤالنا الأول. السؤال الثاني واللي دايما يتكرر عندي لما تشوفوني أنا ونايف طبعا بالتيك توك بالسناب شات، هذا التيك توك حقي وهذا السناب شات حقي، اذا ودكم تضيفوني باي واحد فيهم ولا اثنينهم ما يمنع. دائما يجيني السؤال هذا: انتم نايف بتشاركون بنفس البطوله، هل راح تفوز عليه؟ هل راح يفوز عليك؟ ركز بنقطه معينه ابي اقولها لكم بمثال. اوكي، انت الحين لما تجي تلعب فورتنايت، في سولو، في دو، في سكواد، في مثلا ارينا حق المحترفين، في واجد اشياء، في اكثر من فئات. ركز على كلمه فئات. فهذه هي البطوله، بطوله كمال اجسام. طبعا انا قاعد اشرح حق اخواني ومتابعين الصغار، الكبار المتمرسين بالرياضه هذه يعرفون انا شنو اقصد. فلما تجيني تقول لي انتم نايف راح تشاركون في اكثر من فئه، انا ممكن اشارك ب4 فئات ونايف ممكن يشارك ب4 فئات، ولكن انا ونايف راح نتصادف اننا نوقف جنب بعض نتحدى بعض بفئتين بس، لان باقي الفئات اصلا انا ونايف مو نفس الطول، لان نايف طوله مثلا كمثال 160 وانا مثلا 170، فما راح يخلون نايف يوقف جنبي، راح اظلم نايف او نايف راح يظلمني او العكس او ما ادري. فكل واحد فينا ينزل بالطول تبعه او الطول حقه او الطول ماله. 3 لهجات قلت لك. فهذه البطوله بكل اختصار ان انا ونايف ممكن نتصادف مع بعض وممكن اصلا ما نتصادف. هذا كله راح تشوفونه ان شاء الله بالفلوجات الجايه. زين يا بدران، انت شلون يا اخي تتحمل الاكل هذا يا اخي؟ يا اخي الاكل الدايت هذا يا اخي ما نقدر ناكله يا اخي ما عندنا يلقى. انا لما اجي اشوف نتيجه ولما اجي اشوف مستوى حلو، ليش ما اكل هذا الاكل؟ ولا تقول لي انت احرم نفسك، انا ما قاعد احرم نفسي. هذا هو الاكل اللي اول ما طلعنا من بطون امهاتنا
اللي المفروض ناكله، ولكن بيئتنا اللي حولنا طبيعتنا متعودة على الشحم والدسم واللحم والفحم وكل شيء، حنا متعودين كذي، هذه بيئتنا. هل معقول اني انا بمشي على هذه البيئة؟ لا. هل مخالفتهم حرام؟ لا، بالعكس، اصلا هذه صحتك نعمة من رب العالمين، ليش انا اخربها وافسدها وبالنهاية الجأ لشيء اسمه تكميم؟ طبعا التكميم هذا خالصين منه حكاية ثانية. التكميم يعني ما له خلق يسوي رياضة يروح يسوي تكميم، بعد ما يخلص تكميم الدكتور يقول له روح سوي رياضة. زين انا ما ابي اسوي رياضة من البداية، روح سوي رياضة عشان جلدك لا يطيح، يعني فيك. المهم نرجع لمحور حديثنا. محور حديثنا كان يا طويل العمر والسلامة انك شلون تلتزم بالاكل. مثل ما قلت لك يا جماعة، انت الحين لما اقول لك روح اكل مثلا بكتيستي من ماك تقول يوه ماني خلق، بس انا لما تجيني اتلها فاقول لك الله استمتع فيها. ليش استمتع وانا اكلها؟ لاني قاعد اكل صحي، فالجسم شوي يتعب ويحتاج ان تدخل لك تشيت ميل وجبة مفتوحة وكذي، فاحس بقيمة الوجبة المفتوحة. انت طبعا متاحة لك فما تحس بقيمتها، ولكن شنو الفرق بيني وبينك؟ ان انا مو حارم نفسي. انت شنو تاكل؟ عيش دجاج، انا اكل عيش دجاج. انت تاكل عيش لحم، انا اكل عيش لحم. عيش سمك، بطاط، اكل كل اللي انت تاكله، ولكن انا استبدله انه يكون دايت. شلون استبدله؟ طريقة الطبخ. الدجاج اطبخه بشوي او انه زيت البخاخ، العيش اطبخه ماي، اللحم شوي ولا زيت البخاخ هذا الدايت. ما احطه بالدهن، ما امسك الدجاجه واسبحها بالدهن واكلها وبالنهايه الدهون تترس جسمي كله واقعد انا حابل واقعد دهون وفات وحالتي حاله. فهذا هو نمط الحياه الصحي اللي احنا لازم نستوعب انه هذا هو الصح، هذا اللي المفروض انت تسويه، هذا اللي المفروض الكل يسويه، انك تاكل اكل دايت. لا تقول لي انا ما اكل، لا ما يصير ما تاكل، انا اكل اكثر من الاكل اللي انت تاكله، ولكن انا اكلي كله دايت. يبي اعطيك اياها بالمختصر ابطها بوجهك. تخيل اني اسبوع كامل ما ادش الحمام، اي ما اروح اسوي بومبا، لان الاكل كله قاعد يدش بجسمي قاعد استفيد منه، ما في نسبه دهون، ولكن حط لي وجبه مفتوحه بكتيستي، والله العظيم من اول ما اكلها ساعتين هضمتها طلعت. انا اسف على الكلام هذا، ولكن هذا كلام المنطق، وهذا الكلام اللي انتم المفروض تسمعونه. زين نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول لك يا بدران، كم تكلف البطوله؟ لازم تاخذها بعين الاعتبار. اللي بعمري طالب ما تقدر تشارك بطوله، اللي بعمري ما عنده مصدر دخل ثاني ما تقدر تشارك ببطوله، اللي بعمري معتمد على الاعانه او المكافاه الاجتماعيه يسمونها بالسعودي ما تقدر تدش بطوله. لان يا جماعه انت لازم تعرف ان اذا انت بتشارك بطوله ركز معي بالاشياء اللي بقولها لك، انا ما صعبها عليكم، ولكن لازم تكون على بينه. انت عندك اكل دايت، الاكل دايت مو رخيص. انت عندك مدرب برايفت، المدرب برايفت ما راح يدربك ببلاش. انت عندك اشتراك نادي، اشتراك النادي مو ببلاش. انت عندك بروتينات وسابلمنت كرياتين وبروتين وباور والاشياء هذه مو ببلاش. انت عندك مثلا فحوصات تسوي بين فتره وفتره، هذه مو ببلاش عشان تشيك على صحتك من داخل. انت مثلا عندك لحد الحين انا قلت لك 5، تبي اعبي لك 5 ولا اكتفي؟ اكمل حاضر. انت عندك اذا باكر بتروح تسجل البطوله، ترى تسجيل البطوله مو ببلاش. التان حق البطوله، ترى تان البطوله مو ببلاش. تذكره السفر اللي انت بتسافر فيها ترى مو ببلاش. ترى السكن اللي انت بتسافر تسكن فيه مو ببلاش. اعمل حسابك ان هناك الاكل غالي. الدوله اللي انت مسافرها سواء كانت 5 ايام 6 ايام هذه مو ببلاش. كملت لك 10، اكمل ولا اكتفي بعد؟ عندك واجد اشياء. يعني انا قاعد البطوله هذه قاعد اجمع لها يمكن من 7 أو 8 شهور عشان بس البطوله هذه، وفي بعدها بطولتين بس ما ادري هل ماديتي انها تكفي ولا لا. ولكن بكل اختصار اذا انت موظف ممكن تقدر تشيل نفسك. والله العظيم ان حتى الموظفين يا جماعه ما يقدرون يشيلون نفسهم، ولكن احنا عندنا عزيمه، عندنا اصرار. هذه الحياه اللي احنا من انولدنا لازم نمشي عليها، انه لازم تكون عندك تحديات، لازم تكون عندك واجد اشياء، عزيمه، اصرار. مختصر الحديث لازم تكون عندك عزيمه، اصرار، تحدي، شغف، طموح، حماس عشان تسوي هذه الاشياء. لكن بدر انت سويت هذه كلها دفعتها ما فزت بالبطوله، خسرت، اسمي شاركت. باكر لما اتزوج اقدر اوري عيالي اني انا شاركت، اوريهم الانجازات اللي انا سويتها. سويت، ما قعدت وقلت خلوني بعمر العشرينات جربت. هذه الحياه لازم تجرب كل شيء. وارجع واقول لكم مثل ما قلت لكم بالفلوق اللي طاف، شنو فائده الحياه اذا ما كانت عندنا الشجاعه اننا نجرب كل شيء؟ جرب كل شيء، استمتع، عيش حياتك مثل ما تبي. هذا موضوعي بكل اختصار. البطولة تكلفتها جدا 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 غالية. بدران انت شلون قاعد تشيلها؟ انا الحمد لله يا جماعة قاعد احاول كثر ما اقدر اني اعدد عندي مصادر الدخل. مو قاعد انا والله العظيم يا جماعة من اقوم من الفراش معامل بيتنا معاملة فندق، من اقوم من الفراش لين ما يجي وقت النوم انا برا البيت اشتغل هني واشتغل هني واشتغل هني واجمع الفلوس من هني واصرف من هني واقعد يعني شغال بكل ما تعنيه الكلمة عشان لحظة واحدة او دقيقة واحدة على الستيج اكون باكر فخور فيها، اكون باكر مو ندمان اني ما جربت هذا الشيء. الحمد لله اهم شيء اني جربت، اهم شيء اني سويت.
والبطوله ترى مو بطوله واحده، بطولتين، اقدر اشارك بثلاث 4 بطولات بالسنه، بس ان تكلفتها بتكون جدا غاليه علي انا يا طالب، انا ما اقدر اشيلها. فلما تسالني كم تكلفه البطوله بقول لك جدا 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 مكلفه، ولكن مكلفه تستاهل. باكر بعد ما تخلص الستيج يا الله شعور حلو، جسمك يا ربي لك الحمد مرتب. زين انا الحين وصلت للسؤال الرابع من اخوي مستر سفاح اسمه، يقول لك دائما كل طريق في ناس محطمين، فبعد الوصول الحمد لله كيف كانت ردة فعلهم وايش قلت لهم؟ انا اقول لك المحطمين واجد واجد منافقين، واجد حسودين، ولكن بعد ما تنضرب على راسك توعى الحين شكله هذا منافق، هذا طلع يحسدني طول الفتره وانا عمال انه يحبني. واجد منافقين، واجد كانوا محطمين، واجد يا جماعه، ولكن ردة فعلهم بكل اختصار كانت فخورين فيني. فخورين شلون؟ بعد ما انجزت، بعد ما وصلت، بعد ما حققت مرادي اللي انا ابيه فضل رب العالمين، صاروا الحين يتمرنون عندي، وصاروا لما يجوني بيروحون يسوون اي شيء بالرياضه يدقون علي يكلموني. الحمد لله انا فخور بنفسي، فخور فيكم لانكم قاعد تشاركوني كل اللحظات الحلوه هذه. شوف السؤال اللي بعده، وهذا في سؤال يقول لي ليش قبل البطوله يعني بساعه ولا نص ساعه ولا مثلا قبلها بيوم تاكلون اكل بكميات كبيره وعادي تخربونها وعادي تاكلون كل شيء؟ خليني اقول لك شغله، نفترض ليش ابي اضرب امثله، خلوني اشرحها لكم بشكل مختصر، انا ما ابي ادش بالتفصيل وانما الغذاء لا 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 لا، بعطيك اياها بطريقه يعني عاميه، يعني كذي بس قاعد اقولها لك. هذا يسمونه اللود. شنو اللود هذا؟ الجسم يكون ذبلان، الجسم يكون تعبان، يحتاج كميه اكل عاليه، فانا لما اوصل قبل البطوله بيوم يومين فاكون رافع مصدر الكربوهيدرات اللي هو الكارب، سواء كان عيش، سواء كان بطاط، سواء كان الرايس كيك، سواء ايا يكن. في ناس واجد يسوون، في ناس ياكلون كيك، في ناس ياكلون شوكليت مافر، في ناس ياكلون مثلا لحم، في ناس واجد اشياء. اللود عباره عن واجد اشياء، كل انسان وله لوده الخاص فيه. هذا يعطي الجسم بمب، يخليه يصحصح، يطلع الجسم باقوى مستوى احنا نبيه. زين دام هذا الاكل بدران يعطيك اقوى مستوى انت بيه، ليش ما تاكله كل يوم؟ انا ابي اتعب جسمي، ابي يذبل، اللي نسميها مرحله الذبلان، انا ابي جسمي يكون ذبلان. زين اذا كنت تبي جسمك ذبلان ليش تاكل قبل البطوله؟ عشان قبل البطوله انا بروح عند لجنه حكام يقيموني، فانا اكل اللود هذا بكميات كبيره، وراح تشوفونه بالفلوجات الجايه قبل البطوله، راح تشوفون اللود شنو يسوي بجسمي، راح اصور لكم قبل وبعد. فانت لما تشوف شنو سوى اللود بجسمي هني بتعرف انه جسمه صح. فالنتيجه النهائيه اللي تشوف فيها جسمي كامل هي اول ما اصعد على الستيج. فهذا كان يا جماعه كل الاسئله اللي دائما تجيني، واي سؤال تبي تساله بالكومنتات راح اجاوب. ترى بالكومنتات ترى اشوف كل الكومنتات انا واحط لكم دائما لايكات عليها.